في حلقة جديدة من بودكاست ضيف شرف في 15 دقيقة. المهنة اللي باش نحكيو عليها في هذه الحلقة تنجم تكون حرفة أو صنعة. الضيف اللي باش نستقبلوه ما ينجم يكون كان سيدة لأنها مهنة خاصة بالنساء. هي فنانة لكن مش في الغناء ولا في الطبخ. هي مخرجة لكن مش مخرجة سينمائية ولا مخرجة مسرحية. مهندسة زادة لكن مش مهندسة معمارية. خدمتها حكاو عليها عديد الباحثين والمؤرخين ترجع بنا للحضارة القرطاجية. ما تتقراش لا في المدارس ولا في المعاهد، لكن الغرام هو اللي يهزهم ليها. حبها برشا المجتمع التونسي، والدليل على هذا هو عدم اندثارها وتواصلها رغم تعاقب الأجيال. حتى تكون ناجحة في خدمتها يلزمها تكسب برشا مهارات وتعرف كيف تتواصل مع الناس. رغم أنها خدمة صعيبة ويلزمها عديد التضحيات، إلا أنها خدمة تزرع الفرحة والبهجة في قلوب الناس. ما تبخلش علينا بالاشتراك في القناة والضغط على الجرس حتى يوصلك كل جديد، وخلي رسالة كانت تحب تتواصل معنا. ليلى عباس. يعني نخدم ماشطة. قبل كانت عنا عيب، بابا معناتها الله يرحمه الخدمة دي كل ما يحبهاش. عديني مع غست أمي بروية هذه الماشطة، قعدت اني نتعلم منها، ناخذ منها معناتها كيفاش تخدم، كيفاش تلبس، كيفاش تعمل الفرق، كيفاش تحط شنية الأولى تلبس، شنية الثانية اللي تلبس. تعلمت منها الحقيقة. وزدت في الدار نبخل البنات نتاع الحومة نبدا نجرب لهم على وجوههم، فهمت؟ كنت وكاو. اما المكياج كل غرام. خرجت خدمت اول خدمه، نخدم بكيف معناتها، نحبها برشا الخدمه نتاعي. نحضر دبشي، نحضر باش تلبس العروسه ليلتها، كساويه، مكياجي ركح مكياجي، نشوف شنو ناقصني شنو زايدني. نوصل للصاله نلقى العروسه تستنى فيا، نقعد معها شويه باش ترتاح لي هي، ما خاطر تبدا خايفه ساعات العروسه تبدا مش مرتاحه. نقعدوا نحكيو شويه ومن بعد هذيك نبدا نخدم لها المكياج ونخدم لها الزينه نتاعها. خرج العروسه لبسها الجلوه الاولى، خرجها ارتاح شويه، من بعد تلبس الجلوه الثانيه. هكاك 4 كساوي نلبسوهم هكاك بالترتيح في جرة بعضو، والفرقه تبدا تضرب. قبل كنا نخدموا مش برشا مكياج، توا العينين تحلت وكل شيء تطور، ولاو يحبوا كل حاجه الباهيه ويحبوا معناتها ما تنجمش تمد مكياج رخيص ولا ابو ضروح قدام العروسه. كل يحبوا ولاو الحاجه الباهيه، وكل ولاو يفهموا في المكياج. قبل كانت اسهل الخدمه، قلم حمير وقلم كحل تخدم عروسه. توا ولاو يحبوا الهايلايتر ويحبوا الكونتورينغ ويحبوا الشوافر ويحبوا الحاجه الباهيه ويحبوا المكياج السيني وكل، ويحبوا الشينيون في الاخر. قبل الشينيون لا شيء، تمشط الشعر وتحط الكبوس وتخرجها العروسه. توا بدلت الخدمه على قبل، راهي سواء في الكساوي سواء في المكياج سواء في الخدمه في كل شيء. بعد ما تمكيج لها نكتوا لها كنكت الجيم ونقولوا احنا والخيط نتاع الحرقوس. احنا تقاليد متوارثه، اما هي يقولوا عندها رموز نتاع آلية الخصوبه وداك ال7 نكتات وك 7 معناتها دورات، كل ما كون يرمزوا للخصوبه، فهمت؟ اماتنا يعملوهم عملناهم احنا وكاو، مشينا على العادات والتقاليد. اما هو كي الواحد يدخل ويشوف يلقاها معناتها عندها رموزها. من الأول تعبت فيها الخدمة برشا، عائلتي مش موافقيني، جاتهم صعيبة واني شديت صحيح. صارت لي برشا مشاكل مع دارنا ومع راجلي وقتها، واني شديت صحيح الحمد لله، وقلت لك نحبها خدمتي. قلت لهم اني عندي ثقة في روحي ونعرف روحي، اني خرجت باش نعاون راجلي، ما خليش ولادي مخصوصين، ما خليش روحي مخصوصة. تو الناس كل تخدم على روحها، والناس كل ولاو يحبوا الحاجات هذيا. معناتها قداش من وحده تدخل تقرا الحجامه وتقولك باش نولي ماشطه، معناتها بالعكس ما فيها حد شيء. يعني بيدي حبيت بناتي يتعلموا مني ويخرجوا يخدموا، غير هما ما حبوش، ما عندهمش غرام بها. اما اني غرام، اني قلت لك غرام، اني ما نجمش نقعد هكا نهار حتى بلاش نخرج، ما يهمنيش، مانيش نلوش على الفلوس. نحب نطور من روحي وديما نحب نتعلم وديما نتبع وديما ندخل فورماسيون، معناتها برغم هاو في عمري هذايا وكل كي ديما نحب ماذا بيا نزيد نقدم. طورت خدمتي وعرفت كيفاش نفك بلاصتي معناتها ونعمل اسم روحي. برشا لقيتهم ما عندهمش حتى خدمه وما عندهمش مورد رزق، دخلتهم معايا وريتهم وعلمتهم وبقلب فرحان زاده معناتها،
وهم يخدموا توا كي نسمع بهم يخدموا اني نبدا فرحانه برشا. توا ما ثماش شكون يحافظ لك على حقك ولا ياخذ لك حقك، لا. قبل كانت ثم، اما توا لا. توا اللهم هكا بالثقه وبالكلمه، ولا ينجم كليون الحقيقه اني ما صارتليش، باش ما نكذبش، ما صارتليش الحمد لله. معناتها يجيوني للوكال يعطيوني اكونت ونعطيهم توصيل، وبعد ما نكمل خدمتي نلقى فليساتي حاضرين في ماس ويمدوا لي فليساتي. سبحان الله خير سبحان الله خير. ما عندناش حاجه تضمن لنا حقوقنا ولا تعوض لك، ولا مثلا تطيح ساعات قدش مره راني نطيح من على المنصه، ما يعوض لك حد، وما يقول لك الله غالب طاحت مثلا تحط ولا تصير لك ولا تصير حاجه. ما عندناش شكون يامن لنا حقنا. وقبل كانت ثم لجنه نعرفها في بلاد العربي، كانت الحضاري الكل يتلموا غادي يخلصوا على طريق اللجنه. الحقيقه نتمنى يكون عندنا نقابه ولا عندنا شكون يقف علينا. بعد كل البعد على بعضهم. يقولوا كيك، يقولوا معناتها تشبه سبونج بوب. ما هي الكسوة مع ذيك نتاعنا معناتها اللون نتاعها يرمز للشمس، لون الذهب ولون الشمس وكل كي. والكادر نتاعها هو التانيت، الشكل نتاعو هكا معناتها يبدا مادي دي هكا. محلاها ساعة لبستنا ومحلاها. انت توا سؤالك هذايا مش تزيد تهرب العرايس. هما برشا عرايس يبداو خايفين، تقول لك ما تخرجش عليا، ما تواتينيش، باش نولي كي الكلون، مش بعيدة على الكلون. جاب زينة الكلون زينة العروسة معناتها. كل حد ورايو هو. يقول لك القمرات هذوما اللي منا ومنا كوما قمرات يزيدوا في الشطر في العروسة، تبدا كأنها قمرة ليلة 14 تبارك الله ما شاء الله. بالعكس مزيانين برشا وحلوين، وزيدوا الشطر في العروسه. وعاداتنا وتقاليدنا وماتنا كيكا، جداتنا خالاتنا عماتنا معناتها ما فماش قبل شكون اللي ما تعملش النكته كوما وما تطلعش تتجلى وما تدورش 7 دورات. بالعكس هذه عاداتنا لازمنا نحافظوا عليها ونشدوا فيها صحيح، وما نشبهوهاش بحاجات كيف هكا كلون بعيده كل البعد على الكلون. والامات تبدا تتشهى تقول لك نستنى في بنتي وقتاش تطلع وتتجلى ليله الحنه نتاعها، بعد ما نمكيجوا لها ونكتوا لها النقط تكوما دورة الوجه والقمرات وخيط الحرقوس اللي يجي في الجبين، وتلبس القمجه نتاعها هذيك اللولة الصفراء، ونطلعوها تبدا تتجلى 7 دورات للشمس. احنا ما ندورش للشمس، تدور للعباد، وتراها امها وخالاتها وعماتها وفاميليا كل كي يبداو فرحانين وبداو يغزروا يصليوا على النبي، على الجمال وعلى الزين وعلى النكت وعلى النكته بجنب اختها. معناتها يبداو يتباهوا بها ويصليوا على النبي وفرحانين بها. عاداتنا ياسر مزيانه وعاداتنا باهيه. جلوة الأولى هاني احنا متسمية جلوة الأولى للأم ولدار العروسة وكل، باش أمها تراها تبدا تستنى فيها بالسنين وبالعوام بترى بنتها فك الجلوة هذيك باش تدور وترى الجمال نتاعها وترى زينتها، وتبدا أمها فرحانة وتبدا معناتها تستنى في ليلة بنتها. وبعد ما تتجلك الجلوة الأولى وتهبط وتعاود تبدل نتاع الجلوة الثانية، هذيك نتاع الحماء نتاع حماتها معناتها باش ترى كنتها وتجيب الأقارب نتاعها. نقولوا القرابة احنا قرابة باش يتفرجوا على الكنة ويشوفوا الزين نتاعها ويشوفوا الجمال ويشوفوا جلوتها مقدية. معناتها ما يشك اللي ساعات تبدا العروسة خايفة تبدا تزرب، يبداو يقولوا لها بالشوية معناتها باش العباد الكل يراوك بالباهي، يحبوها عالية زادة باش الناس الكل تراها، وتتجلى جلوتها في قديها وفي معناها وبسياستها. معناتها مش تبداش تزرب ولا تبدا هاو راسها الفوق واقفه على سن ورمح. وبعد عندها كصب الميلوهات، وبعد تلبس لوشي، وبعد تلبس الكسوه الاخرى نتاع التصدير هذه اللي تو ولات انواع فيها. كانت قبل كبوس غارق هكا، كانت كسوه بركه. تو برشا انواع ولاو فيهم الكساوي، كل كسوة عندها غنيها. يخرجوا العروسة كانت قبل بالتشقيف في التيران وبرا بداو يشقفوا بالطاولة وغنيوا للعروسة زين بنتي، كل فرقة وكيفاش تغني.
نخلص كان بلاش كساوي يصوم وبلا كساوي يصوم معناتها كي نخدم نخرج بلاش كساوي ما هو السوم ديما يمشي ويزيد كان توا واقف في 150 200 170 180 قبل كنا نخلصوا 40,000 50,000 هالليلة أما توا هاني أقل وحدة 150 أكثر وحدة 200 يخلصوا فهمت يعني قاعدة في الدار 150 ولا 170 ما عطاهم لي حد. اما كي تجي تشوف من بعد المخلفات والتعب اللي انت تعبته تخرج من دارك من وقتاش توصل لدار العرس وتبدا لي كل واقفه ما تقعدش بالكل معناتها اللي كل انت معناتها خدمتنا كلها واقفه ومشي ويجا واطلع واهبط وهبط معناتها كل يرجع علينا على كتافنا على ساقينا على عينينا البروجيكتورات تاع المصور يبدا يضرب في عينيك اللي الكل معناتها تروح في الليل حتى تسكر عينيك تبدا الضوء يشعل ويطفى في العينين اللي بافل زاده على بضنينا والمكياج غلي والدنيا كلها غليت ولبستك انت باش تخرج تمشي تخدم معناتها قفطان باك الحسبه صابون في ساقيك باك الحسبه معناتها كل شيء تحب له ما تنجمش تطلب عليهم اكثر. اما تجي تشوف معناتها قدام التعب اللي احنا تاعبين وخدمتنا اللي نخدموا فيها الحقيقه ما يخلصش ما عادش السيزون 3 شهور كقبل توا سيزون عمال تمشي وتنقص تخدم لك شهر ونص ولا شهر تعاونوا برا وكاهو. اما الواحد يقول الحمد لله. صارت لي مرة مشيت لدار العرس فرحوا بيا دخلت حطيت كساوية مدولي تعشيت نستنى في العروسة باش تجيني باش نبدا نخدم لها وتدخل ماشطة أخرى قعدنا تقول لي أني وانا نقول لها لا أني عرسي تقول لي لا عرسي. لما سألتهم قلت دار شكون انتوما قالوا لي احنا دار فلان. جيت نشوف في الجندام تاعي نلقى روحي اني غالطة في دار العرس ونسخل الماشطة باش تفك لي عرسي وقتها. هو ثم الحقد وثم الغيرة وثم الحسد وثم مش بنقولك ما ثماش ثم اما انت والعبد اللي تتعامل معاه. طلعوا البنات صغار يخدموا في المشاطة وربي يعينهم وربي يجيب لهم القسم ويحبوا يفرضوا رواحهم يجيو ساعات يبداو ينكروا عليك انت ولا على غيرك تقول لك فلانه ليه كبرت ما عادش شكيه فيها خدمه وما عادش تنجم تخدم وراني بالدبلوم تاعي يقول يعني ربي يجيب القسم الناس الكل. فما اللي يواصلوا يشدوا صحيح ويخدموا ثم اللي ما يواصلوش ما يعرفوش يتصرفوا في دار العرس ما يعرفوش يتصرفوا مع العروسه. الثقة تدخلك لدار السلاطين ما تنساش تذهب للعروسة والحاجات نتاعها اللي عندهم قيمة كل يبداو معاك في البيت ما ينقص لها شيء. الفرقة زادة ساعات تبدا تجي يبدلوا بحذاك واللي يبدا نظيف وخدمته نظيفة ويحب الناس الكل تحبه زاد. ثم حاجات ما يحبوهمش الكليونات في الماشطه ما تبعثليش ماشطه تلبس عريان برشا. والميدان نتاعنا فيه برشا غيره برشا حسد وبرشا يأسوا عليك يقول لك تخدم هاني راني ما خدمتش وهي خدمت اكثر مني وهذاك خدم اكثر مني ولا العروسه طلعتها هكاكا وبرا ولا كساويها قدم ولا كساوي مشرتلين. يلزمني انا واحده من الناس نفرض روحي بخدمتي وبدبشي وبكساويه ديما نهبط جديد ديما نجري جديد ديما دبشي نظيف ديما خدمتي نظيفه. الماشطة سمعتها هي الكل راهي سمعتها هي اللي تدخلها تخدمها وهي اللي تخلي عرضها نظيف وكل سمعة هي الكل. خاطر الحجامات ولاو يخدموا في خدمتنا يمشيوا دوميسيل معناتها حجامات يمشيوا يزينوا غاديكي وننصحهم يتعلموا كل شيء على قاعدة سيرتو التلبيس المكياج الناس كل مكياج التلبيس هو معناتها اللي صعيب. ننصح كل وحدة تحب تخدم على روحها وتحب رزق الحلال وكل كي. أول حاجة تكون الثقة وتكون الرزينة اللي يحب يجي يتعلم حاجة مرحبا بيه. نشكرك على الاستضافة وإن شاء الله نكون وصلت المعلومة الصحيحة بكل شفافية وأني راني نحب خدمتي برشا ونشكرك.